السلام عليكم مع فيديو جديد مع الكرة مع زيكو. توابع مباراة الأهلي وصن داونز بالأمس بقت لنا حاجات كتير قوي. محمد زي الحاج أحمد. فرقت إيه يعني؟ فرقت إيه من مدرب مصري لمدرب أجنبي؟ أنا عايز أسأل سؤال. طب ما إحنا بقى على رأي المثل نشجع المصري ونستغنى عن الأجنبي ونوفر الدولارات اللي موجودة ديت خلاص ونجيب مدرب مصري. إيه اللي عمله كولر؟ وايه كولر بيعمل ايه في الكره المصريه؟ بلاش كولر. اوسوريو اللي في نادي الزمالك بيعمل ايه في الكره المصريه؟ بلاش اوسوريو. الاخ بتاعنا اي قذيفه جاءت يا باتشيكو، الاخ اللي موجود في بيراميدز جيمي باتشيكو بتاع بيراميدز بيعمل ايه؟ طب الاخ اللي موجود في مستوى الوطن ده اخباره ايه؟ هل المدرب الاجنبي جه اضاف حاجه للكره المصريه؟ عندنا 4 مدربين اجانب، وعندنا طبعا روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، وعندنا الراجل بتاع المنتخب الاولمبي اللي وصلنا الاولمبيات. يعني عندنا 6 مدربين. انا عايز اعرف ال6 مدربين دول، ال6 دول اضافوا لي حاجه؟ يعني زي عملوا له طريقه لعب جديده مثلا، دخلوا مثلا عنصر مثلا جديد في الكوره، اكتشفوا لي لاعب صاعد كده عنده 18 سنه يلعب يلعب مثلا في الفريق الاول في النادي الاهلي او في الزمالك او في بيراميدز او حتى في مستوى الوطن. هل روي فيتوريا ده اكتشف لي لعيب تاني مثلا مش موجود على الخريطه مثلا جابوه لاعب منتخب مصر؟ انا بسأل سؤال. مكلم المنتخب الاولمبي، هل هو مثلا جاب لعيب كده من تحت كده من نادي كفر الشيخ كده، من المنصوره خلاص، من صيد المحله، من اسوان، جاب لعيب كده مش موجود كده على الخطه كده في البتاع؟ ولا يلا يا عم هات اللعيبه الشباب اللي موجوده في بيراميدز، على موجوده في الاهلي، على موجوده في الزمالك، على 2 من الاسماعيلي، ولا منتخب اولمبي؟ رحنا اولمبيات ما اختلفناش، لكن مش ده برضك المنتخب الاولمبي. انا بسأل سؤال، حد يجاوبني. جايب لي عامل له طريقه لعب جديده؟ ما الدنيا كلها بتلعب 4-3-3 و4-3-1. جه عمل لي طريقه لعب جديده؟ جاب لي كده الراجل بتاع الاهلي ده كولر ده، جاب لي مثلا مهاجم كده من تحت كده 18 19 سنه، جابوا بيلعب كده فريق اول والواد عمل كده وفر له دولارات؟ لا. انا عايز فلان هات لي فلان، عايز علان هات لي علان، وحلقه ودواره. وفي مدربين كتير كده وبيسافر ويروح ويرجع تاني. اخ فاسيليو اخباره ايه وعمل ايه ومشي؟ اخ اللي قبله اللي كان بيلعب في بتاع اليونان ده اسمه ايه ده، والله ما نسيت اسمه والله. خلاص نفس الموضوع. ايه هو المدرب الاجنبي اللي جه مصر عمل لي انجاز؟ اقول لك انا بس، هقول لك هيديكوتي جه الاهلي عمل انجاز. اللعيبه كانت بتضرب سبت واثنين واربع ويلعبوا الماتش الجمعه، قال لك لا، يوم كامل ونقعد مع بعض واسره ببعضينا والتمرين يومي والكلام ده كله، وغير طريقه اللعب. اقول لك ده مدرب كان كويس جدا وكان ممتاز. اكتشف لي جوار في النادي الاهلي وعمال يجي لي التلامذه. اقول لك ده مدرب تمام، ده مدرب فاتح عليه مدرب اجنبي يستحق. كرامر في الاسماعيلي قبليه مدرب اجنبي يستحق اللي احنا بنتكلم عليه. نيجي لمدرب تاني جه عندنا مصر، هو فيتس، غير طريقه اللعب. احنا كنا بنلعب ب 4-4-2، فيتس عمل لي 3-5-2 وغير طريقه الشكل بتاعت المنتخب كله والفريق الاهلي في نادي الاهلي ودخله طريقه لعب جديده. ده مدرب ممتاز يستحق. مايكل ايفرت في المقاولين وقال لك مدرب ممتاز يستحق. ماركوس في الاسماعيلي قال لك مدرب ممتاز يستحق. جه عمل شكل وعمل وطلع مواهب والكلام ده كله. خلاص هقول لك مانويل جوزيه طلع لي مواهب، اي نعم جاب لي عيب من الاسماعيلي وجاب لي عيب من هنا ومن هنا زي ما بيتقال خلاص، لكن برضك طلع لي مواهب. عماد متعب، اسامه حسني، كل ده طلع، حسام عاشور، كل ده طلع. خلاص اقول لك مدرب ممتاز يستحق. يعني تعدى على اصابع الايد الواحده او على الاثنين، ناخد كمان 70 من الاثنين. لكن هات لي مدرب النهارده موجود في الساحه المصريه بيعمل حاجه؟ لا، قاعد بيفش في دولارات والشكل مع النادي، او لا عايز يمشيه يقول لك عايز حق ايه؟ هات لي حق الدولارات بتاعتي، وهم ودينا المحكمه الرياضيه ويقول لك بص وقف في القيد. ليه؟ اصل هو المدرب كذا. هل لعيب انديه؟ اقول لك وكلاء لعيبه وكلاء سماسره؟ اقول لك وكلاء المدربين دولت واللي هم وكلاء لعيبه وسط مصر بيلفوا على الانديه. خد النهارده فلان، ما ينفعش ماتشين 3 نشيل فلان ونجيب علان. طب ما نشجع بقى المنتج المصري، نوفر بقى. الراجل بتاع جنوب افريقيا ده
اللي بيضرب سان داونز دلوقتي عنده كام سنه؟ عنده كام سنه؟ 36 سنه. 36 سنه. وشوف عامل فرقه عامله ازاي. تختلف بقى معاه، تفهم معاه، بس عامل فرقه، عامل حال. دلوقتي كل الانديه الافريقيه كلها واقعه ما عدا مين؟ سان داونز. صح ولا مش صح؟ 36 سنه، يعني عامل حاله. ما اديش ليه لمدرب عنده 40 سنه يمسك، بدل المدربين اللي بيدوروا علينا دول، سواء اذا كانوا مصريين وخلاص العمر الافتراضي بتاعهم خلاص انتهى، او اجانب، ولا ايه؟ ولا انتوا معايا في الموضوع ولا ليه؟ ما نوفر دولارات زي ما احنا كده بنشجع المنتج المصري، ما نشجع المدرب المصري، ونطلع جيل بقى جديد من المدربين المصريين، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ما جايز نصيبنا في واحد ولا اتنين، يطلع لنا جوهر جديد، يطلع لنا عبد الصالح وحش جديد، يطلع لنا كابتن حسن شحاته جديد. ما جايز يجي لنا واحد كده فلته، نعمل له هتاف ونعمل له زي عملنا قبل كده لهم هما الثلاثه، ولا ايه؟ ازاي طه كابتن طه بصري، انا بفتكره والله. فيا ريت نشجع المدرب المصري، ونسيبنا بقى من الخواجه وعقد الخواجه ودورات الخواجه اللي تابع لعيبه الانديه، وتعالى نجيب فلان ده عايز دولارات، طب فين الدولارات؟ مش لاقيين دولارات. قبل ما السلام عليكم، يا ريت نشترك في القناه ونفعل لايك والشير. سلام عليكم.